طبعا النسوان الكبار ديل الله يدينا العافيه لما الواحده تكون عيانه تكون بتاكل وتتونس مما اقول لها حبوبه في زول داير يكفر لك. الله يسلمك الله يبارك. نحمد الله الحمد لله الله يسلمك. تقول بتموت السنه لكن يمرق منها والله يجيب لها صحن كامل تاكله وتتونس مما يجي يقول لها حبوبه في ناس داير يكفروا لك. الله يسلمك الله يبارك الله يسلمك. والله دي قويه دي. فزميلاته جايات من الشغل جايين يكفروا لها ام عيانه. طبعا الكلام الموظفات ده كيف يا خاله الف لا باس عليك الله يسلمك اجر عافيه كيفك الف لا باس عليك اجر عافيه. المهم ودعنا كده ومرقل. جاها راجع قال لها يومي البنات الثلاثه الجنديل في واحده انا داير اعرسها. عرفتيها؟ قالت لي دي في النص. قال لا والله اقسم بالله صح. عرفتها كيف؟ قالت لي والله قلبها بها ساي بس. حركات نسوان يا اخوان. طبعا يا اخواننا في زول يقوم يقول لك المرأة دي شينة. ما في مرأة شينة ولا في راجل شين. يا اخي ربنا ده خلقك في احسن خلقه. انت اللي بتبشتري روحك. انا قاعد اقول في مرأة ما بشتنا وفي مرأة ما بشتنا. ده الفرق بيناتي لكن ما في مرأة شينة. شينة كيف؟ يعني هتبقى يعني سبحان الله ربنا ده بيخلقك في احسن تقويم. فالمرأة المبشترة دي يا الوانها ما منسقة شعراتها مارقات شنو ما بنظمها كده. دي بتشوفها بتقول شينة هي ما شينة هي مبشتنة. واحدة من المبشتنات دي الساعة 3 صباحا تتكلم مع اخوتها في التليفون تلب عليهم حرامي داير يسرقها. قاعدة برا في البيت. قالت لي اخوتها والله انا نفسي في زول يقول لي كلمة بس ترفع معنوياتي. والله القى زول يقول لي يا عسل ادي نص قروش دي. بس زول يقول لي يا عسل. الحرامي سمع الكلام قال يا اخواننا يا عسل بس تجيب نص القروش دي لنا في داعي للدق ده. امره وجه الصباح برا بوليس برا محكمة برا سجن. مرق الصباح 6 صباحا الحرامي مشان نطلع الحجاب الحاجز هنا. والله قالوا تشنيطه لما يجي يتنفس يمرق الحزام كده يرجعه تاني. دق الباب يتخيلوا مع البشتنه ديك وهي صاحيه من النوم. فتحت الباب شاف لي خيقه من الله خلقه ما شاف. الشعر ده واقف زي بوخ الحله ليه فوق. العيون دي ستة تحلف تقول بوتجاز. لابسه لها قميص فيه طاووس من الوسخ بقى والدبرد. عندها شلوفه من الروج عامله طول في الواطه دي. عايل لها مسافه كده قال لها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. اقول لك كلام اقف لي الباب الارزاق بيد الله احنا. فدي البشترة يا اخوان ما تتبشتر. يبقى ديل يا اخواننا ديل الحاجات اللي ممكن الناس تنبه لها. انا داير اقول لك حاجتين 3 ما لا حبيبي دي انا الدولي الدولي نو هنا بقولوا نو